ادام انا ان شاء الله مش هخش النار، اي حاجه بعد كده تهونك ياخده وحقه وانت لا تستحق. من اخطر الايات اللي ممكن تعدي عليك او ممكن تكون انت ما تعرفهاش، قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الامثال. لما تيجي تبص في تفسير الايه، يعني ايه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا؟ الجنه لما تيجي تخش الجنه ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا الجنه، تلاقي ان الجنه تتسع لاكبر من عدد ساكنيها. الجنه انا ده مثال وهمي، مثال وهمي، لو هي هتتسع ل1000 فاللي موجود 200 250 150، بقيه ال1000 فين؟ بيوتهم فاضيه هيسكنها حد تاني من ال150 دول. كان المفروض الجنه او بيوت الجنه صنعت لكل البشر، بس مش كل البشر يخش الجنه. فالحسره هنا مش انه ما دخلش الجنه. انتوا عارفين الميت في قبره يفتح له، لو هو لا قدر الله مش من اهل الايمان ومن اهل النار، يفتح له في قبره ويشار اليه. شايف اللي هناك ده؟ شايف البيت ده؟ شايف القصر والبستان؟ النهر اللي اعد مخصوص للقصر بس، يعني هو نهر بس معدي كده على القصر، حته برايفت بتاعتك. شايف المنظر ده؟ كان هيبقى بتاعك، بس راح لفلان. ده كان مكتوب باسمك وانت عايش في الدنيا، كان مكتوب باسمك. بس يوم ما تموت هنا بنقرر هو هينتقل، مش احنا بنقرر ملكيته ليك ولا حد اللي هياخده. وهكذا هي الدنيا. حسرتها، الحسره هنا مش ان انت مش هتاخد، الحسره هنا اللي انت تشوف الارث بتاعك حد بيورثه غصب عنك وانت عايش، فتشوف الطموح اللي بتسعى اليه ونفسك تحققه حد تاني بيجي بمنتهى البساطه من وجهه نظرك، هو معاش ببساطه، يجي بمنتهى البساطه من وجهه نظرك ياخده وحقه وانت لا تستحقه. فالشاهد لازم تبقى متفاهم ده في قلبك. فانا قدامي سيناريوهين: سيناريو هترضى يبقى كده كده كله محصل بعضه ودنيا زائله، عشان احيانا الواد يجي يقول لك ايه، مش الدنيا زائله؟ صح، بس انت هترضى ان هي زايله، هتتقبل بما انها زايله، فمش هزعل مش هزعل على اي مكاسب ما حصلتش، مش هزعل على طموح ما تحققش، مش هزعل. لكن هي زايله بس انا هزعل، لا، يبقى انت كده عندك تناقض في الفكر. انت هتزعل يبقى تعمل، انت مش هتعمل يبقى ما تزعلش. مفهوم يا جماعه؟ فانت لازم تقعد مع نفسك دقيقه دقيقتين، زي ما انت ما شاء الله بتسكرول بال50 بال40 اسكرولايه ورا بعض في 10 دقايق، لا ممكن 5 دقايق بس تقعد مع نفسك كده تحدد انهي اتجاه. وفي الحالتين اي اتجاه تختاره صح. ليه؟ انت النهارده لو لا قدر الله ما وفقتش الثانويه عامه هتخش النار؟ مش تخش النار. طول ما اي حاجه مش ادام انا ان شاء الله مش هخش النار، اي حاجه بعد كده تهون، بس ادام هتهون اتقبلها. ما توهمش نفسك ان ايه يا عم اي حاجه تهون ونعيش عادي، ما كل الناس عايشه عادي. ما انا فاهم الفكر اللي بيجي في دماغك احيانا في الخطه بقى والخطه جيم، لما بتفكر اللي هو ايه، يا عم لو ما جاتش عيش عادي، عايش عادي زي كل الناس اللي عايشوا. ايه يعني؟ طب ما الراجل ده عايش عادي وابويا عايش عادي والراجل ده ايه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ صح صح صح، عندك حق، بس هتتقبل. ما نشوفكش جاي اخر السنه زي ما كله بيحصل ونيجي كل طلبه ثانويه عامه تقول احنا اتظلمنا. فات في الموضوع. انا ولا بعاتبك ولا بأنبك ولا اي حاجه، انا بعرفك ان في طريقين في النهايه لازم تسلك واحد ما بينهم، لكن تاخد نص طريق مع نص طريق انا مش عايز بس عيني فيه، هتتعب نفسيا وهتخلص. العيال للاسف اللي بتخلص ثانويه تيجي تقول لك انا مش قادر اتعافى بقى لي سنتين. ليه؟ هو كان واهم نفسه ان حياتي كلها واقفه على ده، حياتي كلها واقفه على ده. طب ولما ما جاتش ده ايه اللي حصل؟ فضل بقى عطلان. يا ابني ما احنا قلنا من البدايه ادام انت كنت شايف ان الموضوع عادي كنت المفروض تتعامل ازاي؟ ما جاتش تعمل ايه؟ يا عم عادي الحمد لله، هو حد انا راضي من قلبك مش قولا. خلاص يا اساتذه، خلاص.